على اداء الترجي يستحق الفوز. خليك معايا في القرارات التحكيميه دي للاخر، عندي كلام بس على طرق الاهلي مش هيقدم معاه يا جماعه كوره حلوه خلاص. الاهلي مش هيقدم كوره. الراجل ابيض وتغييرته اشرف بن شرقي اللي هو افضل واحد في الرباعي اللي قدام عمل تغييره غريبه بخروج اشرف بن شرقي وينزل كوجو وينزل مكانه مروان عثمان. اعتقد ان الاهلي مع الراجل ده مش هيقدم حاجه. تاني حاجه ضربات الجزاء. ضربه الجزاء من وجهه نظري هي صحيحه النادي الترجي والاهلي ليه ضربه جزاء، بس الاهلي ما فيش اداء. الاهلي بقى مستباح، مجلس ادارته بقى كيوت. هتلعب الماتش الجاي من غير جمهور، الترجي هيبقى نازل ليد عليك لان انت اصلا نص قوتك في جمهورك. اعتقد بنسبه 50% او 60% الاهلي بره البطوله يعني بالاداء دوت بعدم الروح بالنظاميه. خلينا نشوف، مش عايزين نحكم بدري. واكيد الشناوي اللي هيلعب ماتش الترجي الجاي طبعا عشان هو ذكر على اي حد. الاهلي خلاص بقى عزبه وبقى مستباح، ما بقاش الاهلي بتاع زمان. اعتقد ان الاهلي مجلس محمود الخطيب ده لازم يمشي. الراجل دوت يعني في سوء رهيب في الاداره في النادي الاهلي بصراحه. الاهلي بقى يزعل وبقى يحزن.